اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله كده يوم جديد باذن الله كده. احنا النهارده كده دي قطتي الجميله. وهنا بصوا، انا بصراحه البغبغانات بنغطيهم بالليل عشان انا في اخر دور، فبتبقى الجو ساقعه شويه عليهم. لسه الجو محررش قوي يعني عندنا، فبصراحه بغطيهم بالليل. فهنا بقى ايه، انا بصراحه القماشه اللي انا حطاها للعصافير من تحت ديت انا هغسلها. فقلت بقى ايه كده، هفكها هغسلها. وكمان بيبقى بقى في اكل كده واقع مطرح البغبغانات، برضو هغسل يعني، هنضفها وكده يعني. حبيت كده ايه ابدا معاكم كده يومي من بدري قوي. عايزه اقول لكم بجد بجد حقيقي والله، انا بقالي فتره بقوم من النوم متاخر، بس ده مش على عادتي يعني. انا في الطبيعي بحب انام بدري واقوم بدري. ده بيفرق كتير على فكره والله. كتير يعني، حتى جسمانيا كده انت لما بتنامي بدري وتقومي بدري بيبقى بتحسي كده ان انت كويسه يعني. تمام. فانا بصراحه قلت بقى اقوم كده بدري. يعني قول دلوقتي كان الساعة تقريبا 9 الصبح. في الوقت دوت يعني انا قمت بقى كده اتوضيت وصليت طبعا اول حاجة. عايزة اقولكم بجد، لما ابدأ اول حاجة الواحد يقوم يتوضى ويصلي اول ما يصحى من النوم، حقيقي يعني بيفرق كتير قوي. تحسي ان الوقت فيه بركة وكل حاجة، غير لو مثلا قمتي واتلهيتي وما صليتيش. لا، بيفرق كتير بجد والله. عايزه اقول لكم بقى، كان عندي حبه غسيل طبعا. قلت بقى كده اشيلهم كده معاكم وهطبقهم. طبعا عايزه اقول لكم ان انا يعني كتير في حاجات عايزه انزلها، وحاجات كتير قوي عايزه اصورها معاكم. بس انا دايما مؤمنه ومتاكده يعني ان كل حاجه بتيجي في وقتها. و... وانا في طبعي شويه التسرع يعني. بفكر في الحاجة أيوة وكل حاجة وكده، بس ببقى عايزة كل حاجة تحصل بسرعة، وده مش حلو يعني. لا، لازم كده كل حاجة بتاخد وقتها. بس والله دوت مش تسرع مني. يعني مش ببقى قصدي ان انا بتسرع في حاجة او كده، لا. انا ببقى نفسي كل حاجة تحصل انا نفسي فيها. بس دايما الخيرة دايما فيما اختاره الله. كل حاجة بتيجي في وقتها، وكل حاجة ربنا بيسرها لنا في وقتها. فكل حاجة سبحان الله، كل حاجة كنت مثلا محتاجاها في الوقت دوت وما حصلتش، وحصلت بعدها بوقت، هو كان ربنا يعني مقدم ان هي تحصل في الوقت ده، عشان ده انسب وقت ليها، ده احسن وقت ليها انها تحصل. فدايما اقدار ربنا كلها حلوة الحمد لله. حتى المصائب الكبيرة اللي هي الموت، والله هي اقدار ربنا كلها حلوة. مع انها يعني هي بتبقى مصيبة كبيرة، وربنا بيخففها من عنده كده. بس والله يعني الحمد لله على كل شيء طبعا. الحمد لله دائما وابدا والله يعني. على فكرة والله دايما اللي بيحمد ربنا ربنا بيكبر بخاطره وبيرضيه، واللي بيتعب وبيشقى ربنا بيكبر بخاطره وبيرضيه. والطيب والحنين واللي قلبه ابيض واللي بيسامح، الناس دي كلها بخير. الصابرين بخير. كل الناس دي ربنا شايلها الخير والسعادة والفرح والهنا. وان انت تحسني للي حواليكي وتبقي حنينة مع اللي حواليكي، ولسانك حلو معاهم. والله العظيم بيفرق كتير جدا على فكرة. بيفرق فيهم وفيكي. بيفرق فيهم انت لما تقولي لهم كلام طيب، حتى منهم الوحشين او ايا كانوا يعني. حتى لو هم مش نفس تفكيرك ولا مستواكي في التفكير يعني انت ممكن بتشوفي حاجات بمنظور هم بيشوفوها بمنظور تاني. لا، بس عايزه اقول لكم بيفرق كتير جدا جدا بجد. ان انتي تجبري بخواطر اللي حواليكي، ولو عندك كلمة حلوة تقوليها وتجبري بخاطر دوت. ويعني بجد بجد عايزة اقولكوا كلمة طيبة صدقة. وانتي تبتسمي في وش حد، حتى لو انتي مخنوقة ومتضايقة على فكرة، برضو ده صدقة انتي بتعمليها. مش شرط الصدقة تكون فلوس بس، لا، الصدقة كلمة طيبة وضحكة حلوة في وش الناس بتفرق كتير. وده من طبعي. ده طبعي على فكرة.
يعني انا اصلا انا ما بعرفش لما بشوف حد لاول مره، ممكن ابص له كده، لكن لو حد عارفاه بقى فببص له وببتسم يعني اول ما اشوفه. فانا معروفه بكده، يعني ان انا دايما على وشي الابتسامه، يعني ما بتفارقنيش. ودي حاجه حلوه جدا على فكره والله، ودي ميزه حلوه من عند ربنا يعني. ربنا يديمها علينا بجد والله. طبعا عايزه اقول لكم بصوا، العصافير الحلوين دول تمام بيوقعوا كده حاجات كده، اللب بقى اللي بياكلوه كده بجد. يعني الارض ساعات بتبقى متبهدله، بس انا ايه بروقها. القلتين دول بقى حلوين قوي يا جماعه، في الصيف كده حطوهم في البلكونه كده جمال بجد. وعايزه اقول لكم ان انا جبت اتنين كده، البرام الصغننين دول بصوا حلوين قوي 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 بجد. حتى في واحده ميه وواحده غله، او مش عارفه اسمها ايه دي يعني. عشان خاطر العصافير والحمام يعني واليمام اللي بيعدي كده عندي. عايزه اقول لكم هو بيبقى واقف على الشباك من بره، اقسم بالله. ما بين السلك مقفول في الاوضه بتاع الشيش، بتاع اللي هو من جوه، وبيبقى الحمام كده واقف، بس بيبقى شكله حلو قوي يعني. طبعا بصوا عايزه اقول لكم بصراحه، يعني دي حاجه لازم الواحد يشهد بيها ويعترف بيها طبعا، ان انا الحمد لله في حال افضل. الحمد لله بفضل ربنا اولا، ثانيا بفضلكم طبعا وبوجودكم جنبي. بجد انتوا فارقين جدا في حياتي والله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. عايزاكم دايما تفكروا في كل حاجة تبسطكم، كل حاجة تخلي مزاجكم حلو، وتواظبوا على ان انتوا كل يوم كده مثلا تخصصي كده وقت ان انتي تستغفري ربنا فيه كتير. على فكرة في ناس بتستغفر ربنا على طول بس انا بصوا انا يعني انا بتكلم معاكم انتوا اخواتي، يعني انا والله يعني اللي جوايا انا بقوله. يعني انا ممكن بصوا، ممكن انا ابسط خلق الله، ممكن انا بقول حاجة انتي بالفعل بتعمليها، لا ممكن حد تاني ما يكونش بيعملها. فانا اخد اجر وثواب على كده يعني. فدي برضو من الحاجات الحلوة، ان احنا نساعد بعض ونفهم بعض ونقول لبعض حاجات، وناخد منكم افكار وحاجات، وانتوا برضو نفس الوضع والعكس كده يعني. ففي الاخر احنا كلنا بنساعد بعض، وكلنا بنقفوا جنب بعض واللي بيقف جنب حد ربنا بيكبر بخاطره وبيرضيه وبيفرح قلبه. اللهم ارزقنا يا رب زيارة مكة والكعبة وزيارة قبر الرسول يا رب. يا رب يكتبها لي ويكتبها لكم يا جماعة، بجد دي أمنيتي بجد والله. ربنا يكتبها لي يا رب ويكتبها لكم، ويكتبها لكل مشتاق يا رب، بإذن الله، بإذن واحد أحد. طبعا بصوا أنا يعني أوقات مش ببقى مرتبة الكلام، أو يعني بصوا أنا يعني اللي أنا ببقى عايزة أقوله بقوله على طول بس دايما بخلي بالي ان انا مش عايزه اجرح شعور اللي قدامي او ازعله مني. بحاول دايما ان انا اتكلم، اقول كلمه طيبه، يا اقول كلمه طيبه يا ما اتكلمش خالص. على فكره الايام الجايه ان شاء الله كده باذن الله، وانا بعمل فيديوهات هنتكلموا في مواضيع تخص الحياه الاجتماعيه. تمام. هقول لكم يعني حاجات كده انا بعملها، واتمنى كل حد يسمع الفيديو بتاعي يرد عليا في التعليقات ويقول لي انا صح ولا لا، وانا غلط في ايه كده يعني. عايزين نشارك الكلام ده مع بعض. طبعا ما تنسوش تحطوا لاختكم لايك، امنتكم امانه كلكم تحطوا لي لايك على الفيديو دوت. واتمنى منكم ان انتوا تشجعوني ان انتوا تحطوا لي لايكات على الفيديو وتشوفوا الفيديو. انا بحبكم جدا جدا وربنا يخليكم يا رب. وعايزه اقول لكم كل اللي بيحط لايك وبيشاهد الفيديو للاجر والثواب طبعا، لان هو بيساعد شخص تاني في ان هو ربنا يكرمه، او يعني انتوا فاهمين قصدي عايزه اقول لكم ايه. فطبعا ربنا يكرمكم جميعا ويكبر بخاطركم جميعا يا رب.
تمام. بصوا انا الغسالة دي بصراحة انا جايبها بالقسط. تمام. بس انا كان عندي واحدة وهي باظت خالص يعني، وما بقتش نافعة، الموتور بايظ. فبصراحة جبت ديت بالقسط. لو عايزين يعمل لكم ريفيو عنها واقول لكم بتتشغل ازاي، وهي اخبارها معايا وحلوة ولا لا، او اي حاجة طبعا. اكتبوا لي في كومنتات، وانا والله يعني ليكم عليا ان انا اعمل كده طبعا. آم، بجد عايزة اقول لكم ان هي نفعاني جامد جدا، اقسم بالله. لو شفتوا فيديوهاتي اللي قبل كده، عايزه اقول لكم ان كنت بغسل في الغساله الاول، وبعد كده احط في البانيو اشطف، وبعد كده اسيبه يصفى عشان لو جيراني منشرين. يعني كانت حوسه كده، والله كانت حوسه. لكن بصراحه دلوقتي لما مثلا بحط الغسيل وبنساه على بال ما اخلص اللي ورايا، يكون الغسيل خلاص اتغسل واتشطف وكل حاجة، يا دوبك اطلعه انشره على طول. ما يقعدش ربع ساعة على الحبل، ولو الجو حر ربع ساعة وتلاقي الغسيل كله نشف. طبعا عايزة اقول لكم بعد ما خلصت كل اللي عملته دوت والغسيل والكلام ده كله، كانت البنات بقى جاعت وابو ملك وكده. فانا بصراحة بقى ايه، وقفت كده قلت اعمل لهم حبة فول بطحينة عليه كمون وملح يعني كده بقى يعني. كل واحدة طبعا بتعمل أكل على حسب ما هم اتعودوا. على فكرة أنا بحب التغيير جدا، وإن شاء الله ربنا يقدرني يا رب كده ويكرمني. ادعوا لي يا جماعة بالله عليكم، ادعوا لي من قلبكم. ربنا يوفقني في الأيام الجاية ديت، عشان قدامي كام حاجة كده عايزة أعملها. آه ربنا يكرمكم ويكرمني يا رب، ويكرم جميع المسلمين والمسلمات يا رب، وارزقكم بالذرية الصالحة السليمة المعافاة، وارزق كل مشتاق بما يتمنى يا رب. كل اللي بيتمنى حاجة ربنا يديها له. هنا بقى كده قلت ايه، هقطع لهم كده حتة طماطماية بجبنة. عايزة اقول لكم بتبقى حلوة وبتعجبهم يعني. فانا قلت بصراحة برضه اعمل لهم كده. والفلافل بقى والفول وخيار، نعمة وفضل من عند الله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طبعا بقى هنا بصوا كنت خلصت كده الفطار، قلت بقى احضره كده عشان هنفطره. تمام. وابدا بقى ايه واكمل بقى بقيه اليوم. بس والله العظيم يا جماعه بيفرق كتير قوي ان الواحده تقوم بدري كده وتخلص اللي وراها. عارفين انا كنت بقوم الظهر مثلا الساعه 12 الظهر ولا 11، اليوم ما فيهوش بركه واعمل الغدا وخلاص، مش عايزه اعمل حاجه تاني وببقى متضايقه. لا بجد بص، ال 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 الشغلة البدرية منسية فعلا والله، زي ما اهالينا قالوها زمان. تقومي بدري تخلصي اللي وراكي قبل الظهر، تكوني مخلصة كل حاجتك بجد. على فكرة انا اول ما فتحت القناة كنت كده، كنت بقوم من بدري خالص اخلص كل اللي ورايا. كانت البنات بتيجي من المدرسة الساعة 1:30، الثلاث بناتي كنت بقى مخلصة كل اللي ورايا، مبقاش ورايا اي حاجة. بس انا ايه انتخت شويه، فلا مش هانتخ بعد كده، هقوم بدري. تمام. وحتى عادي بصوا ممكن عشان يعني ممكن يوم نسهر، ممكن يوم اسهر، او يوم مثلا في الاسبوع او يومين بالكتير قوي. لكن دايما هخلي كل يوم ان انا اصحى بدري، ماشي، لان بجد بيفرق كتير. طبعا انا هنا دخلت عند في اوضه البنات حبايب قلبي. بصوا عايزه اقول لكم ان هنا ريميس بقى بتحب قوي تقعد تصور حاجات، وتقعد تعمل حاجات بالورق وترسم وتلون. بجد انا ببقى مبسوطه بيها قوي. على فكره اوعوا تفتكروا ان انا ببقى بتضايق بالحاجات دي، هي بتزروت من وراها، بس برضو ببقى مبسوطه ان هي بتفكر وعايزه تعمل كذا بجد. لا دي حاجه حلوه على فكره. لو ولادكم كده في حاجات كده في دماغها، خليهم يطلعوا طاقتهم في الحاجات دي، مش دايما تليفون وكده هوت، لا. طبعا بصوا بقى الغسيل كان طلع من الغسالة، قلت بقى انا هنشره برضو كده بالمرة. بجد بيفرق كتير، بجد انا مبسوطة ان انا بقيت بقوم بدري واصحى بدري. بيفرق. عايزة اقول لكم بقى، ملك بنتي خلاص خلصت امتحانات يوم الخميس اللي فات دوت، ومستنيين النتيجة فارغ الصبر وربنا يسترها. لان عايزه اقول لكم انا متوتره، بس انا واثقه في ربنا، يعني واثقه في ربنا خير،
وبنتي عملت اللي عليها يعني، فان شاء الله خير باذن الله من عنده هو باذن الله. ان شاء الله كده عامله مفاجاه حلوه باذن الله ان شاء الله. ربنا يقدرنا دايما كده على فرحه ولادنا وان احنا نخليهم مش محتاجين حاجه. على فكره يعني مش عيب ان الست تشتغل وتكافح وتسعى عشان خاطر ولادها. وده مش بيقلل من شخصية الراجل، لا بالعكس خالص. على فكرة الست اللي بتشتغل ست بمليون راجل ادام بتعمل كل حاجة بما يرضي الله وهي نيتها ايه اصلا. ف فشابول اي ست بتشتغل عادي على فكرة. ما فيهاش اي حاجة ان الست تشتغل ادام ما بتعملش حاجة تغضب ربنا، ادام شقيانة وبتكافح وبتسعى للقمة العيش، ربنا هيكبر بخاطرها وهيرضيها وهيسخر لها ولاد الحلال في طريقها. والله العظيم ثقة في رب العالمين والله. ومفيش واحدة او واحد دعا ربنا وناداه ورجاه الا لما ربنا جبر بخاطره وما كسفوش. ربنا دايما حنين علينا كلنا، وربنا دايما سمعنا كلنا، ودايما نلحي ربنا في الدعاء. ربنا هيفرحنا وهيكبر بخاطرنا. ودايما بكلم ربنا، ربنا دايما حاسس بيا وعالم باللي جوايا، وربنا هو اللي خلقني فهو عارف كل حاجة جوايا وعارف اللي في قلبي. فدايما متأكدة وواثقة في رب العالمين ان هو هيكبر بخاطري وهيرضيني، والحمد لله مرضيني وهيرضيني اكتر واكتر عشان انا بعامل ربنا. والله العظيم يا جماعة انا بعامل ربنا قبل اي حاجة وما بشيلش ضغينة من حد ولا. بس خلاص يعني انا مسالمة جدا على فكرة، مسالمة جدا جدا جدا. وربنا يديني على قد نيتي وضميري ويكبر بخاطري جبرا عظيما يا رب، ويكبركم جميعا. كده الفيديو